بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم، ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وهبدأ معاك من عند الشغل الشاغل لكل الجمهور الزملكاوي في الوقت الحالي، ألا وهو مباراة النادي الملكي نادي الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب السبت في تمام الساعة 9 مساء. يعني كفرير المدير الفني لنادي الزمالك خلاص أعلن القائمة المشاركة في المباراة، والراجل قرر استبعاد 7 عناصر. العناصر هي أحمد فتوح وشيكو بنزا الأنجولي، وكمان سيف الدين الجزيري والمهدي سليمان، محمود جهاد وأحمد ربيع وأحمد حمدي. دي هي غيابات نادي الزمالك اليوم لمباراة المقاولون العرب اليوم بإذن الله. خليني اقول لك ان شيكو بنزا الراجل يعني اشتكى من اجهاد في العضله الضمه، وعلى اثر ذلك تم استبعاده من المباراه. كمان احمد حمدي الراجل تم استبعاده لاسباب فنيه، احمد فتوح كذلك لاسباب فنيه والمشاكل اللي هو عملها، سيف الدين الجزيري والمهدي سليمان وجهه نظر المدير الفني. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لي محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو بالأمس. الراجل أبلغ محمد يوسف عقب نهاية المباراة. محمد يوسف ده هو مراقب مباراة الأهلي وفاركو. الحكم محمد معروف أبلغ مراقب المباراة إن محمد هاني أخطأ في حق الحكم أثناء الطرد، وبالتالي هيتم ذكر كل ما حدث في الحديث يعني ما بين الثنائي. هيتم ذكر كل الحديث في تقرير مراقب المباراة، وسيتم توقيع عقوبة كبيرة وعقوبة مناسبة على اللاعب محمد هاني. وحال عدم توقيع عقوبة الراجل هيتقدم بشكوى ضد اللاعب وشكوى رسمية، ويعني هيتم اتخاذ القرار المناسب ضد اللاعب. ولو ما تمش اتخاذ القرار المناسب دي بقول لك حتى مش هيتم اتخاذ قرار يعني يليق بمكانة او الاموال المادية اللي بياخدها اللاعب مع الاهلي، مش هيتم توقيع عقوبة مناسبة ابدا. لان احنا عارفين من بداية يعني التفريق ما بين التيشيرت الابيض وما بين التيشيرت الاحمر من بداية الدوري. ما ندخلش الموضوع في يعني الاحاديث في بعضها، وخلينا ننتقل لحاجة تانية، الا وهي الفضيحة التاريخية لخالد الغندور بالامس. خالد الغندور امبارح يعني على الفيسبوك عمل مسابقة كده، توقع نتيجة مباراة الأهلي وفاركو، واللي هيتوقع النتيجة صح هيكسب تيشيرت الجعان وتيشيرت إمام عاشور. خليني أقول لك إن خالد الغندور ارتكب يعني خطأ فادح في حق نادي الزمالك. أنت ككابتن تاريخي لنادي الزمالك عليك إن أنت يعني كلاعب كان بيلعب في الزمالك وساب الزمالك وانتقل للغريم التقليدي مباشرة، فانت المفروض حتى اسمه على لسانك ما يتمش ذكره. انت مش مجرد ان انت ذكرت اسمه، لا ده بل انت اشتريت التيشيرت بتاعه، اشتريت تيشيرت اللاعب الاخر اللي هو برضه خان ناديك النادي الملكي وراح الحمراء والنانوس. انت اللاعبين اللي خانوا الزمالك انت مش بس انت بتذكر اسمائهم او بتطبل ليهم، لا انت بتشتري التيشيرتات بتاعتهم وتوزعها على الجمهور اللي هيتوقع صح. فكده خالد الغندور يعتبر واحد من الناس اللي هي تعدت على حقوق نادي الزمالك. فبتمنى من الناس اللي هي يعني تقدر تقول متبعة خالد الغندور، واللفظ ده هو افضل لفظ مناسب يعني للموقف. الناس اللي متبعة خالد الغندور يبلغوا الراجل بان انت اللي بتعمله ده خطأ فادح. انا واحد من الناس اللي كنت يعني بحب الكابتن خالد الغندور، ولكن كابتن خالد الغندور في الوقت الحالي اصبح واحد من اهم الناس اللي هي متبعة وبتطبل للنانوس الاحمر. فبتمنى الراجل يهدي اللعب في الوقت الحالي وربنا يصلح حاله. خلينا اتكلم معاك برضو بالنسبة لي محمد السيد وسيف الدين الجزيري، واقول لك رسميا رحيل سيف الدين الجزيري عن نادي الزمالك في يناير. نادي الزمالك من بداية الميركاتو الصيفي الماضي شغال على تسويق سيف الدين الجزيري بأي شكل. تم عرضه على أكتر نادي في الخليج، وحتى الدوري التونسي والدوري الجزائري والدوري المغربي. وبالفعل تم التواصل ما بين نادي الزمالك ونادي خوفكان الإماراتي، والراجل ونادي خوفكان طلب ضم اللاعب حتى من قبل الزمالك ما يبدأ معاه الحديث. خوفكان الإماراتي عرض 500 ألف دولار على اللاعب سنويا، ولكن اللاعب رفض لأنه ببساطة بياخد 750 مع نادي الزمالك. ولكن نادي الزمالك تدخل لحل الأزمة وقرر إنه هيدفع 250 ألف دولار من المرتب السنوي للاعب. يعني خوفكان هيدي اللاعب 500 ألف دولار ونادي الزمالك هيدي اللاعب 250 ألف دولار.
كده مرتب اللاعب على بعضه يبقى 750 ألف دولار عشان يساوي المرتب اللي بياخده مع الزمالك. وبالتالي سيف الدين الجزيري خارج نادي الزمالك للدوري الإماراتي وتحديدا نادي خفكان في يناير المقبل. وخلينا أقول لك إن بديل سيف الدين الجزيري بيتم التواصل معاه في الوقت الحالي، ويعني تكاد الصفقة تكون شبه حسمت لصالح نادي الزمالك. محمد السيد، القصة يعني بتاعت محمد السيد طولت وباخت وبقيت قصة سخيفة بشكل كبير. يعني اللاعب بيقعد مع جون إدوارد جلسة ويبدي ترحيب بالتجديد مع نادي الزمالك. لما اللاعب يجي للإدارة يقول أنا يعني متمسك بالاحتراف وعايز أحترف. طب يا عمي ما تجدد وبعد كده بقى تحترف مع الزمالك؟ لا، انا احترف وبعد كده لو الزمالك عاوز يرجعني وتجربة الاحتراف دي ما دخلتش الدماغ ابقى ارجع مصر. ولكن خليني اقول لك ان دماغ اللاعب ملعوب فيها بشكل كبير، واللاعب هيقبل او قبل خلاص العرض السويسري المقدم له من نادي بازل السويسري. ويعني خلاص اللاعب اهلاوي رسميا بعد سنة من انتقاله للدوري السويسري. شكرا لكم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.